السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يتابع قناة للإفادة مع إلياس. اليوم نقدم لكم نزهة في الغابة. إنه يوم السبت، قصدت صحبة عائلتي العزيزة غابة قريبة من جامعة مليلة، لعلنا نروح عن أنفسنا ونبعد عنا شبح الملل والسأم. وصلنا إلى الغابة عند الدقائق الأولى من الصباح، فإذا المكان يملأه الهدوء والسكينة، يجعلك مخدرا بنشوة لذيذة من تأثير جمال هذا الكون وسحره. كنا نتجول بين الأشجار المورقة وارفة الظلال، وبين الأزهار الصغيرة التي لا تزال ملتصقة بأديم الأرض من الغابة. فإذا نحن في جنان مترامية الأطراف، غابة خضراء آمنة وجميلة مترامية فوق التلال، فترى الأشجار النضرة والأغصان والأزهار المتفتحة، وهناك أنواع النباتات المختلفة، فقد زادها الندى روعة وجمالا، حتى أن الناظر يخالها فراديس الجنان. كنت على يقين تام بأن الغابة لوحة فنية أبدع الخالق في تكوينها ورسمها. سبحانك يا الله. هنا سيوضع الطاجين فوق الفحم والحطب التي بواسطتها تشعل النار. كما تشاهدون، يحضر الطاجين المغربي من الخضر المتبلة التي تطبخ مع مرق قليل وخفيف. طبيعة وأجوائها تجعلك تشعر بجوع شديد، فأعددنا وجبة شهية وهو الطاجين المغربي، غالبا رفقة اللحم، وتوضع فيه كل المكونات داخل آنية من الفخار الثقيل. سر لذة الطاجين موجود في التوابل والبهارات المستعملة عند الطهي، مثل الإبزار والزنجبيل والزعفران وزيت الزيتون، وكذلك البصل والثوم بصفتهم مكونات أساسية في طهي الطاجين. إنها الأرجوحة المكونة من حبل متين يعلق في جذع كبير من الشجرة يتأرجح فيه أطفالنا. لعبنا واستمتعنا كثيرا، لعبنا كرة القدم ومارسنا بعض الرياضات كالجري، الملاكمة، ورقصنا كذلك على إيقاع الموسيقى الشعبية المعروفة عندنا في المغرب.
الأشجار فوقنا تلطف عنا حر الشمس، وعلى جانب نهر كبير جفت فيه المياه. تناول وجبة وسط الطبيعة فهي نعمة نحمد الله عليها، حيث تنفتح الشهية وترتاح النفسية وتقبل عن الطعام وكأنك صمت دهرا. سنتناول الطاجين على شرف طبيعة ساحرة. إنه شهي، نعم إنه الطاجين المغربي اللذيذ. كما أننا لم نحس بمرور الوقت حتى انبرى شعاع رقيق إيذانا بغروب الشمس في ظننا أننا قضينا ساعة أو أكثر من ذلك بقليل. إنه سحر الطبيعة الخلابة التي تؤثر القلوب وتذهب بالعقول. كنتم مع وصف لنزهة في الغابة. أتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، فلا تنسوا الاشتراك في قناتي. دمتم بخير.